انظر بني الإنسان. الله تعالى أكرمني بالأعجاز أسراني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. لك الحمد ربي حتى ترضى. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا، ووفقنا في تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أرحم الراحمين، واجعلنا نقرأه بتفكر وتدبر كما أمرتنا يا أرحم الراحمين. الأحبة الكرام، نتوقف اليوم عند آية عظيمة في كتاب الله عز وجل. يقول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز في سورة الفرقان: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وجعل بينهما برزخا، برزخ أي حاجز، حاجزا لا يراه أحد، يعني في مانع أو حاجز بين البحر والنهر. وهذه حقيقة، إذا ذهبت إلى رأس البر ووجدت عند مصب النهر في البحر، تجد أن هناك حاجز مائي. الدليل على ذلك أن البحر لا يغزو النهر، لأن إن لم يكن هناك حاجزا مائيا كان هناك مصيبة كبيرة، لأن الماء العذب سوف يتغير طعمه إلى مالح. ولكن أن يكون هناك حاجز مائي، حاجز بين الماء العذب والبحر، فهذه نعمة عظيمة. لابد أن نشكر المولى سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وأن جعل بين البحرين برزخا. والمولى سبحانه وتعالى في هذه الآية يوضح لنا: وهو الذي مرج البحرين، حدث خلط بين البحرين وتداخل بين البحرين، هذا عذب فرات. وناخذ مثال نهر النيل حتى نبسط العملية. نقول أن نهر النيل طبعا بيصب في البحر المتوسط، فعند عند مصب نهر النيل في البحر المتوسط نجد أن هذا النهر يصب في البحر، والبحر كأن هناك حاجز، يعني البحر لا يتخطى، لا يدخل على النهر، ويكون هناك بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهذه أوصاف الأربعة كالتالي: هذا عذب فرات، وهو الذي مرج البحرين. البحر كلمة في اللغة تطلق على البحر وعلى النهر، ولكن في هذه الآية المولى سبحانه وتعالى يحدد لنا نوعية البحر، فيقول: هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج شديد الملوحة، اللي هو ماء البحر. يبقى عندنا ماء عذب اللي هو ماء النهر، وماء ملح أجاج اللي هو ماء البحر. وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. البرزخ هو الحاجز المائي المحيط بالمصب، وحجرا أي حبس أو محجر على الكائنات الحية التي فيه، محجورة على الكائنات الحية بخارجه، بمعنى أن الكائنات التي تعيش في النهر أو معظم الكائنات التي تعيش في النهر لا تستطيع أن تعيش في البحر، والعكس نتيجة الضغط الإسموزي المختلف بين المائين. فماء الأنهار شديد العذوبة، أما ماء البحار هو ماء شديد الملوحة. ومياه المصب هي مزيج أو خليط من الملوحة والعذوبة، وهي المنطقة التي تفصل ما بين النهر والبحر، هي منطقة المصب. وهذه المنطقة اللي هي منطقة المصب هي في نفس الوقت منطقة محجورة على معظم الكائنات التي تعيش في البحر أو النهر، لأن هذه الكائنات يعني يحدث اختلال في الضغط الإسموزي نتيجة اختلاف الضغط الإسموزي في البحر عن النهر. فنجد أن معظم الكائنات لا تستطيع أن تتكيف، الكائنات التي تعيش في البحر لا تعيش في النهر أو العكس. لذا يأتي الوصف القرآن العظيم، والمولى سبحانه وتعالى يوضح لنا بقوله: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات. هذا الماء
ماء عذب كماء نهر النيل أو في أنهار كثيرة في العالم تصب في البحار والمحيطات، فهناك في اختلاف ما بين هذين الماءان. إذن قول المولى سبحانه وتعالى في كتاب العزيز: وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، توضح لنا بإعجاز علمي بليغ أن هناك حاجز مانع مائي ما بين البحر والنهر، وهناك حجر محجور. وبإذن الله عليه قدير في الحلقة القادمة سوف نوضح لحضراتكم في آية أخرى المولى عز وجل يوضح لنا أن هناك حاجز آخر ولكن بين البحرين، عندما يقول في كتاب العزيز: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان. لا نكذب بك يا رب. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البحر قد ناداني انظر بني الإنسان. الله تعالى أكرمني بالأعجاز أسرار